يا مساء الخير والفل على حضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة وتغير مع يومنا. عندنا 3 فقرات النهاردة. فقرتنا الأولى هنعرف فيها إزاي نحافظ على بشرتنا ونضارة بشرتنا من خلال التقنيات الحديثة في عالم التجميل. فقرتنا الثانية إزاي هنغير من جسمنا ونبقى أحلى وأرشق وشكلنا يكون أجمل بكتير. وفقرتنا الأخيرة فقرة بشرتك مع ماسي. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نشوف فقراتنا الأخيرة. الحقيقة مجال التجميل وخاصة تجميل الجلد والعناية بالجلد في تطور مستمر. كل يوم بنسمع عن تقنيات حديثة مبهرة بتثبت نجاحات على مستوى العالم كله، مش بس على مستوى العالم العربي أو على مستوى مصر بس. من ضمن الحاجات دي الخيوط التجميلية أو الخيوط الفرنسية. هنعرف هي إيه بالظبط. الحقيقة يعني ناس كتير جدا جربتها ومبسوطة من نتائجها بشكل كبير، لكن لسه في ناس متعرفش عنها حاجة، مش عارفة إذا كانت تناسبها ولا لأ. ده اللي هنعرفه النهاردة في موضوع فقرتنا الأولى. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي اللي معايا في فقرتي الأولى، دكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر بمركز نبض. يا أهلا يا دكتور. اهلا بيك. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. في الاول هي خيوط تجميليه ولا خيوط فرنسيه؟ تمام. هو المسمى الفرنسي او الروسي او الامريكي واتيفر البلد اللي بتذكر بعد اسم الخيوط ده المنشأ. بس هو الفكره كلها هم انواع معينه ليهم استخدامات معينه. ممكن نقسمهم لو عايزين نقسمهم بمسمى الخيوط هنقول خيوط وقائيه وخيوط علاجيه. تمام. في وقائيه وفي علاجيه. في وقائيه وفي علاجيه. لو احنا نقسمهم عايزين نعمل لهم تقسيمه او نعمل لهم كاتيجوريز او نبين الاختلافات ما بينهم. هنعرفها بس احنا عايزين نعرف الاول ايه فكرتها، ايه هي فكرتها بالظبط. هو الفكره كلها اللي هو المتعارف عليها والناس كلها فاهماها دلوقتي اللي هي الخيوط العلاجيه. دي اول حاجه احنا بدانا بيها. فكرتها ان انا ببدا اشد الجلد او بعمل فيس لافتنج او نيك لافتنج او اي مكان في الجلد عاوز اشد الجلد فيه اللي حصل فيه تهدل او ترهل بسبب فقدان وزن جامد او بسبب السن وعمل السن وعدم الاهتمام بالبشره، فحصل سكين ساجنج، حصل تهدل موجود في الجلد او في الجفون. دي بنبدا نشتغل بالخيط بيخش في عمق معين على حسب برضو نوعه. احنا قلنا في انواع مختلفه. بيبدا ان هو يسحب الجلد معايا ويطلع بيه لفوق. هنتكلم مثلا في المنطقه بتاعت النيوزل بالفولد او في الوش او في الرقبه، وببدا ان انا انحت بيها المنطقه دي. مش بس الحته المانيول اللي هو الشده اللي بالايد اللي هي في الخيوط اللي هي بتدي الشكل الجمالي او النحت بتاعت الوش او الجسم. لا، الفكره كمان ان مع الوقت الخيوط دي بتدي امر للجلد ان هو يبدا يطلع كولاجين طبيعي وفايبرس تيشو، وتبدا تطلع انسجه انها تبدا تشد وتعمل لافتنج على مراحل. يعني بتديني نتيجه مؤقته على طول، ببدا اشوفها نتيجه سريعه. ومن خلال من 4 ل 6 شهور بعد اجراء الموضوع الخيوط يبدا ان هو يفرز الجلد الفايبرس تيشو وانسجه ويبدا يطلع كولاجين بشكل طبيعي يعمل لافتنج في الوش كله. يعني هي اول ما بتتحط بتشد الوش، بعد مع الوقت بتبدا تفرز الكولاجين. بالظبط افراز الكولاجين في الجسم. والاستاديز اللي معموله او الدراسات ان لو اعلى معدل او اعلى فتره بيطلع فيها الكولاجين في الفتره اللي معمول فيها الخيوط بتعمل ماكسيمم كولاجين ستيميوليشن بشكل رهيب، تحفيز للكولاجين. فتعكس الزمن معايا. انا بكبر في السن بحس ان انا بظهر في الشكل. طيب ما هي دي الحاجات اللي احنا عايزينها، عايزين نكبر وما يبانش علينا خالص. طيب انا عايزه اعرف ايه اكتر الاماكن اللي ممكن السيدات او رجال يستخدموا فيها الخيوط لو حصلت لهم مشكله في وشهم، اكتر اماكن بتستفيد يعني. تمام. طبعا بدايه لو انا هتكلم بعامل السن بعيد عن عامل فقدان الوزن، هبدا اتكلم اكتر منطقه بتبقى عندي منطقه الجاولز او اللي هو الحته اللي في اسفل الفك. دي اكتر 2 بيبداوا يبانوا فيها. المفروض الوش بشكل جمالي يبقى بنسميه بيبقى ليه تراينجلز كده، يعني مثلث. لو المثلث فوق راس المثلث نازل لتحت، انا عندي الرقبه كده منحوته كده، الجلد في وضع سليم او محافظ على جمال الشكل العام بتاع البشره نفسها. لو مثلث ده اتقلب معايا نزل منطقتين الجاولز دول، هبص احس ان الوش مقلوب زي المثلث. يبقى انا هنا كده محتاج اعمل لافتنج. بالظبط، هتحس ان هو الجلد فيه تهدل. ساعتها ببدا اشتغل بالخيوط ان انا ابدا ارفع المكان ده. فاكتر اماكن بنبدا نشتغل بيها بالخيط طبعا المنطقه بتاعت اللي هي الخدود او الجاولز، بنرفع بيها الوجه. الحته اللي بتعمل سات فيس دي الماريونات بتدي بالظبط اللي هي اللي بتبقى الحته اللي بتبقى بسبب الماريونات بالظبط اللي في المنطقه دي. وطبعا بدايتها بتبقى بالنسبه لي بالفولدز اللي هي اللي قبلها ما بين الانف والفم. دي اكتر مناطق نبدا نشتغل بيها. في السيدات اكتر بنبدا نشوف برضو مع الجاولز بنلاقي في تهدل كان في منطقه الحواجب. الستات عينيهم بتعجز بسرعه بالظبط، عشان كده العضلات الوش ضعيفه اصلا. فمع الفتره بتنزل يحصل تهدل في الحاجب. ساعتها برضو في خيوط دلوقتي بنرفع بيها الحواجب بشكل طبيعي جدا، بغير بالشكل فيها زي ما انا عاوز.
بس في نفس الوقت ميزتها عن البوتوكس اللي احنا كنا بنبدا نرفع بيه سنه شويه زمان، اللي هو ما بتجيش 2 3 مللي بالكتير، دي كان بيفقد قدره على الحركه، عن البوتوكس بيعمل ريلاكسيشن او بيبدا يعمل انبساط في العضله. الخيط ميزته ان هو بيبدا يرفع الشكل بتاع الحاجب بنفس الشكل اللي انا عاوزه، بس في نفس الوقت بيديني المرونه عادي ان هو بيبدا يتشد الجلد، بيطلع كولاجين طبيعي في المكان ده، وفي نفس الوقت حركه بشكل طبيعي خالص. يعني هي دي معلومه مهمه يا دكتور، يعني هي مطاطيه، يعني لو ضحكت كشرت رفعت حواجبي اي بالظبط، يعني هي اي انطباع مش بتاخد وتدي مع الوش. بالظبط، هي مش فكره مطاطيه، هي فكره ان هي ملهاش علاقه خالص بالعضله. فالحركات اللي بتحصل في الوش دي ايه؟ بالعضلات. فدي مالهاش علاقه بالعضله، فميزتها ان هي بتخلي يحصل فيه مرونه عاديه في الوش، الفيشل اكسبريشنز او العلامات التعبيريه في الجلد. بالظبط، هي في الجلد فبتحرك طبيعي بالظبط كده. تمام. ودي ممكن تكون بتفرقها شويه عن البوتوكس. البوتوكس بيشتغل على العضله بالظبط. طيب في ناس ممكن تكون بتسمعنا دلوقتي وتقول لك ايه، طب انا وشي فيه تجاعيد وبسمع عن البوتوكس وبسمع عن الخيوط، انا ايه الانسب ليا؟ تمام. يعني احنا عايزين نقول مين الناس المناسبين جدا لان هم يعملوا تقنيه الخيوط. تمام. هو مبدئيا السؤال ده بتساله كتير قوي. الخيوط الناس فاكره ليها سن. يعني لما نيجي نقول لحد او بيجي لي العياده ببدا ان انا ارشح، انا شايف الحاله دي محتاجه ان اشتغل فيها بالخيوط، تقول لي لا مثلا انا لسه صغيره، مش الخيوط دي في سن كبير. هو الموضوع ملوش علاقه بكده خالص. الخيوط دي اداه من ضمن ادوات التجميل، زيها زي الفيلر، زي البوتوكس، زي الميد ثيرابي، زي البي ار بي، زي اي حاجه موجوده في العياده. دي انا ببدا اشتغل عليها على حسب الانديكيشن او على حسب الحاله دي متطلبه مني ايه. يعني قلنا في خيوط انا ببدا استخدمها مش بس اشد، لو انا عندي في فاين لاينز او في حاجات بسيطه موجوده في الوش، تجاعيد صغيره، مش لازم اعملها ليفتنج، مش لازم اشدها بالخيط الجامد. انا ممكن في خيوط بتتساب صغيره تحت الجلد، دي بتخلي الجلد يبدا يفرز كولاجين بشكل طبيعي. والجديد ان نزل في المنطقه دي في خيوط بتبدا تدي نفس الاكشن بتاع الفيلر، وفي نفس الوقت بتحفز الكولاجين، بتتحط تحت الجلد، بتبدا تانتويست او بتبدا تلف حوالين نفسها، بتبدا تفرد المكان ده، بتديله نسبه فوليوم، وفي نفس الوقت بتبدا تحفز افراز الكولاجين من غير ما تشد. يعني انت قلت ان في حاجه وقائيه، يعني الوقائيه دي ممكن للصغيرين السن. حلوه قوي. وفي ناس كتير جدا بتيجي تعملها، اللي فاهم الموضوع ده قوي ومتابع وفاهم الفرق ما بين اللي هي العلاجيه والوقائيه. كتير ناس بتيجي تعملها، بتتعمل في الوش كله. دي مع اللونج ران على المستوى، على الوقت البعيد، بتبدا تحفز الجلد يطلع كولاجين بشكل طبيعي جدا. يعني انا مثلا لو عملتها، انا مثلا نفسي وعملتها، هتعمل لي ايه في وشي؟ هتبداي تشوفي، هي بدايه الخيوط اما بتتعمل بتحسي بتدي دمويه شويه، ان الحركه بتاعت الخيط دخوله والكلام ده كله بيبدا يحفز كده الدوره الدمويه في الجلد. على اللونج ران على المستوى البعيد بتبداي تحسي يعني كل 28 يوم اللي هو اللايف سايكل بتاعت الجلد بتحسي ان في شده، في نضاره موجوده، بتدوم بقى على طول. فبتخلي بيزود افراز الكولاجين في مرحله زي مثلا حضرتك ما فيش لسه في اي فاينلاينز ولا اي حاجه موجوده، ده يحميني ما شاء الله، ده يحميني ان انا قدام هتاخر معاكي الموضوع ده خالص بشكل كبير قوي. ده بنعمله الناس اللي هي بتبقى فاهمه وفاهمه يعني ايه، لما كل ما احافظ الوقايه خير من العلاج في موضوع زي ده. طيب احنا عايزين نعرف هي بتتعمل ازاي، لانه في ناس فاكره ان هي عمليه بقى وموضوع كبير ومش عارفه تمام ايه. بالظبط. هو الفكره كلها الخيوط على حسب طبعا المكان بتاعها فين. انا كل اللي بستخدمه بنج موضعي، اللي هو بتاع الاسنان بيحقنوه في الاسنان اللي هو تحت الجلد. انا بخدر بس التراك او الخط اللي انا همشي فيه بالخيوط، مش بخدر الوش كله. ببدا اشتغل بالخيط، برسم اماكن معينه هي دي اللي عاوزه تتشد، سواء هنا مثلا في الخد، في منطقه الرقبه لو انا عاوز اشد منطقه الرقبه كده، برسم الخطوط اللي هي هتجيب لي اللي هتطلع سيمتريه مظبوطه. ببدا اخدر التراك ده بسن انسولين صغير جدا، بحيث ان ما فيش يبقى فيه اي احساس خالص. بدخل في انتري بوينت يا واحده يا اتنين بحد اقصى في الوش، واحده في الرقبه، بيبدا يدخل منه الخيط تحت الجلد في عمق معين، يعني وابدا يتسحب معاه. تبقى واحده لو بنتكلم في رقبه بالظبط. هي الناس فاكره ان هي كتير، لا هو الموضوع كله بيبقى انتري واحده. الا بقى في منطقه لو انا عندي الوش بنسميه الهيفي فيس او الوش فيه دهون كتير، ساعتها انا ممكن اعمل بس شبكه، هيبقى فيه اكتر من انتري بوينت، بس ما تبقاش يعني بحد اقصى 3 أو 4 في اماكن متفرقه. والناس ما تقلقش ان دي ما بتسيبش علامات مكانها. هي بالظبط مكان الانتري بوينت ده اللي هو مكان دخول الخيط او خروج الخيط، ده بيقفل في خلال 2 3 بيبقاش له اي اثر خالص. منها دكتور هي اللي بتخرج منها؟ على حسب النوع او حسب انا بعمله. في اللي هو في الوش الطبيعي اللي هو مش الهيفي فيس مش مليان، او في الرقبه، هي النقطه اللي بدخل منها هي اللي بطلع منها. يعني بندخل الخيط بنسيبه بطريقه معينه، بندوس تحت الجلد عشان الخيط يمسك، بيبقى فيه زي هوكس، فيه خطافات اللي هي بتشد معايا طبقه الجلد وهي طالعه، طبقه الهايبوديرمس، تبدا نشد بيها الجلد وببدا اطلع من نفس المكان تاني، اللي هي النيدل او الابره اللي بتدخل الخيط، وما بيتسيبش اثر. عامه في الوش بنجيبها من مكان عند الشعر من هنا، بحيث ان ما تبانش خالص ويبقى ليها اي اثر موجود. طب ايه رايك نروح نشوف تقرير عن حاله انت عملتها؟ تمام. ونرجع نكمل كلامنا مع الساده المشاهدين. يلا اتفضلوا.
النهارده معانا حاله كانت عملت دايت، طبعا نزلت كتير جدا من وزنها، اكتر من 10 كيلو. فده بدا يبين تهدلات موجوده في الجلد في منطقه الخد والرقبه وحول العين، وبدا يظهر بشكل كبير خطوط التعبيريه الموجوده في الجبهه وتحت العين. ودي هنبدا نشتغل لها بالخيوط العلاجيه، هنبدا نشد بيها الرقبه من ناحيتين عشان نبدا نفرد تاني الوضع بتاع الرقبه، نبدا نشتغل بيها من الخدود عشان نرفع تاني التهدل اللي حصل والدهون اللي سقطت مع الخسان ومع الجاذبيه مع الوقت والعمر طبعا. وهنشتغل بوتوكس في المنطقه بتاعت الجبهه وحول العين عشان التجاعيد الموجوده حول العين وفي الجبهه، وفيلر عشان نعوض اللي فقده الجسم المرونه بتاعته في الشفايف من بعد البرد. هنبدا دلوقتي نشوف الخطوات بتاعت الشغل مع بعض وخطوه خطوه، من اول ما نبدا من الخيوط والبوتوكس والفيلر ونشوف الحاله هتبقى عامله ازاي. نبدا دلوقتي الخيوط وهنعلم على الاماكن اللي هنبدا نشتغل بيها عشان نشد بيها المنطقه بتاعت الخد والتهدل هنا عند الجو لاين او المنطقه بتاعت العظمه بتاعت الخد. بصراحه نتيجه هايله يا دكتور محمد. وزمان كل السيدات دلوقتي بتقول هو دكتور محمد عمل لها ايه علشان تتغير بالشكل الجامد ده. قولي عملت لها ايه في وشها؟ احنا زي ما قلت في الاول السكين ساجنج او التهدل التجاعيد بتبان في حاجتين، مع تقدم السن والفقدان السريع للوزن، اللي هو لحد مش مظبط مع دكتور معين او مش مظبط بسيستم معين بيخس عليه، بينزل بيفقد وزن بشكل سريع قوي، بيحصل سكين ساجنج او تهدل وترهل شديد قوي في الوش. في حاجه زي كده بدانا ان احنا اشتغلنا الاول بالخيوط، رفعنا المنطقه بتاعت الجاولز والخدود اللي كانت بدات تنزل، بالذات نشوفها قوي نحس ان الجزء ده هنا زي هبط كده شويه او نزل. ده رفعنا منطقه الخد تاني ورفعنا الشكل بتاع سيمتريه الوش ومن منطقه الجاولز او منطقه الفك بحيث انحت الوش بالشكل ده. اول حاجه يعني عملتها لها الخيوط، بحيث تنحت الوش وبعد كده تشتغل عليه بقى بقيه الحاجات عشان اشوف بالظبط. شفنا بعد كده ان ناقص هنا المكان ده محتاج سنه فيلر، ده انا زودنا هنا المنطقه الفيلر. كانت طبعا الشفايف يعني فقدت برضو شويه من الحجم بتاعها، عوضناه بالفيلر، عملنا كونتورنج بس اللي هو فردنا الشكل العام، واشتغلنا بوتوكس في منطقه الجبهه عشان التجاعيد اللي كانت موجوده في المنطقه. اذا الصوره معانا اهي، فرق طبعا يعني باينه انها اصغر بكتير جدا. اشتغلت لها خيوط الاول، اول حاجه اول مرحله، وبعدين عملت لها الفيلر، بعدين زودنا فيلر في منطقه الخد برضو وفي الشفايف، واشتغلنا بوتوكس في الكسرات الصغيره حوالين العين واسفل العين برضو في المنطقه اللي كان فيها كسرات عند الخد وفي منطقه الجبهه. يعني افهم من كده انك ممكن تعمل ميكس بين الثلاثه، مفيش اي مشكله خالص. بالظبط، ما بيتعارضوش اقصد مع بعض. لا بس هي بيبقى ليهم ترتيب. يعني انا اشتغلت هنا خيوط، ما احقنش هنا اللي هو ميزو بوتوكس اللي احنا بنحقنه تحت الجلد. ممكن احقن معاه فيلر، احقن بوتوكس فوق. هيبقى طبعا على حسب الحاله بتاعتي المتطلبه ايه. في المكان ده انا اشتغلت فيه خيوط، يبقى في حاجات معينه تمشي معاها، في حاجات معينه يفضل ان هي تتاجل بعدها. تمام. بس هو عادي، دي كلها ادوات انا ممكن استخدمها زي ما قلنا، ولا ليها سن ولا ليها موانع ولا ليها اي حاجه خالص. دي بتستخدم على حسب الحاله المتطلبه قدامي ايه. كل ده بيخلص في مره واحده؟ يعني هي تيجي زياره عند دكتور التجميل تطلع من عند دكتور التجميل واحده ثانيه خالص؟ بالظبط. هي ميزه الخيوط والفيلر والبوتوكس ان هي بروسيدور واحده، هي بتحتاج يوم واحد. المتابعه بتاعتها بتبقى في خلال 14 يوم. ده بنشوف ان انا لو ناقص لي تاتش بسيط، لو في حاجه ناقصه بكملها، لو في عضله لسه ما استجابتش ومحتاج جرعه اكتر بكملها. انما كله بيخلص في جلسه واحده، بنبدا نشوف النتيجه بتاعتها كلها. الخيوط بتبان على طول مانيولي الشده بتاعتها، سواء في الوش في اي مكان في الجسم. وزي ما قلنا من 4 ل 6 شهور لقدام بيبقى الجلد يطلع كولاجين طبيعي. الفيلر اللي الناس برضو مش فاهماه ان هو مش بس انا بحط فيلر عشان يملى بشكل سريع، لا الفيلر كمان جزيئاته دي بتدي وسط مناسب للفايبروبلاست او خلايا الجلد ان انت تبدا تطلع كولاجين برضو طبيعي. والبوتوكس برضو بنفس الفكره، هي بتبقى مره واحده بتشتغل العضله وبتشوف نتيجتها من خلال من 3 ل 5 ايام. تحس بالنتيجه اللي عملته ده النهائيه بعد قد ايه؟ يعني لو عندها مناسبه مثلا تمام مزنوقه ان هي تعمل الحاجات دي وتحضر المناسبه بتاعتها، تحس بالنتيجه يعني ندي نفسنا ماكسيموم 10 ايام
10 ايام. 10 ايام بيبقى كل حاجه فيها متظبطه، كل حاجه خدت الجرعه مناسبه، مفيش اي اثر لاي حاجه خالص. هل في، خلينا برضو نقول يعني، هل في ممكن اعراض جانبيه او مشاكل او ناس ما ينفعش ليها خالص الموضوع ده يعني؟ لا مفيش حاجه من الحاجات دي خالص. هو الفكره كلها ميزه الخيوط ان هي سيف جدا، ما بسالش على اي موانع عليها خالص. الفكره كلها ان احنا بيبقى بعد الموضوع بتاع الفيلر او البوتوكس في وقت معين لكل حاجه فيهم، ان انا ما اجيش اي ضغط خالص على المنطقه اللي اتحصل فيها. يعني الفيلر ده عامل زي الجل، انا حطيته جوه، ما ينفعش ان ادوس عليه مثلا لمده 4 او تنام 6 مثلا ساعات على خدها كده، هغير مكانه بالظبط، هبوظ السيمتريه بتاعت الوش. البوتوكس ما ينفعش ان انا يعني احرك الوش او اوطي عشان الجاذبيه ما تنزلش، يعمل ديفيوجن او ينتشر في عضله ثانيه. يعني قول لنا الفيلر اللي تعمله ما تعملش ايه؟ ممنوع ان هي تبقى فيه اي ضغط عليه او اي حاجه، او انام على المكان اللي هو اتحقن لمده من 4 ل 6 ساعات ماكسيموم بعد الحقن. البوتوكس مكان ما اتحقن يفضل ان انا احرك العضله الاماكن اللي اتحقنت، ما احركهاش، احركها بعد البوتوكس احركها لمده 60 دقيقه ان انا هتحرك عادي عشان يسرع امتصاص البوتوكس في العضله، بس ما وطيش عشان بالجاذبيه ما يحصلش ديفيوجن او ينزل الماده البوتوكس اللي اتحقنت في عضله ثانيه تبدا تاثر عليها. من اكتر الحاجات اللي بنشوفها زي كده الناس اللي ما بتتبعش الحاجات دي، ان ممكن تحس ان بيبقى في تقل في العين، بيبدا ينزل شويه على العين. فده طبعا يعني مستحب ان احنا نسمع التعليمات في الحاجات دي بالذات. الخيوط برضو ما ندوسش لو معمول في الوش، ما نقعدش بقى اللي هي القعده بس هنا او انام عليها لمده بس اللي هو كام يوم، بحيث ان الخيط يكون ثابت على الشكل، يعني الحاجه تثبت كده مكانها وتاخد الشكل النهائي. يعني ما نتعامل عادي بعد كده بالظبط، هنتعامل عادي مفيش اي حاجه خالص، ولا في موانع بعد كده خالص. دكتور محمد انا بشكرك، فقرتنا خلصت. شكرا لضيف العزيز دكتور محمد عبد الوهاب، اخصائي امراض الجلديه والليزر بمركز نبض. هنروح لفاصل سريع جدا، بعد الفاصل هنعرف ازاي نغير شكلنا وجسمنا الى الاحسن، لكن بعد الفاصل. دينا ومحمد وندى هما التلاتة كانت تجمع بينهم مشكلة واحدة، وهي معاناتهم مع السمنة والوزن الزائد. دينا كانت مشكلتها عدم تناسق وزنها، وده كان مسبب لها ضغوط نفسية وإحراج وسط أصحابها. أنا اسمي دينا، عندي 24 سنة، عندي مشكلة بعاني منها طول عمري، منطقة البطن والأجناب. دخلت للدكتور قال لي إن أنا هعمل عملية شفط من منطقة البطن والأجناب. كنت مترددة جدا وكنت خايفة قوي، لأن أنا بخاف من العمليات. فطبعا من كلامه أقنعني. إن شاء الله قررت أعمل العملية وهشوفكم بعد العملية. محمد زي أي شاب في سنه كان بيحب يلعب كورة، لكن أصحابه دايما بيرفضوا إنه يلعب معاهم بسبب حركته البطيئة، وبرغم كده كان نفسه يشاركهم كل المباريات اللي دايما كان بيخذلهم. ولأن الكورة هي كل حياته، فكانت السمنة هي أكبر مشكلة في حياته. أما ندى كان نفسها تمثل، وفعلا ندى كانت بتروح تقدم في أعمال كتيرة، ولكن زي كل مرة كانت بتترفض بسبب جسمها ووزنها اللي كانوا عقبة كبيرة في تحقيق حلمها وهو التمثيل. جربت كل حاجة، عملت دايت كتير، لعبت رياضة، رحت الجيم. كل مرة كنت بحس بالإحباط وباكل أكتر. لحد ما سمعت عن عمليات شفط الدهون. سألت عن أحسن المراكز اللي بتعمل النوع ده من العمليات، نصحوني بمركز نبض.
وهو من أحسن المراكز اللي بتعمل العملية دي. رحت فعلا وقابلت الدكتور وطمني على النتيجة، وقال لي إن العملية أمان جدا ومفيش أي خطورة. أنا أخدت القرار، هدخل العمليات وأشوفكم بعد العملية. التلاتة حياتهم اتغيرت، وكل شخص فيهم حقق حلمه. دينا دلوقتي ثقتها رجعت تاني وبقت بتلبس اللي هي عاوزاه. دلوقتي عملت العملية، الأماكن اللي كانت مضايقاني شبه راحت. بدأت إن أنا ألبس أي لبس أنا عايزاه، ما بقاش في أي عقبات في لبسي. نفسي ارتاحت أكتر، وبقى في ثقة في نفسي أكتر، وبقيت مبسوطة جدا. ومحمد بقى بينزل يلعب كورة مع أصحابه وهو عنده ثقة في نفسه، وكمان ده بقى هداف الفريق. أما ندى خلاص مشكلتها اتحلت وحلمها اتحقق، وأخيرا هتدخل أول عمل ليها في السينما المصرية، وكمان بقى بيتعرض ليها عروض كتير في السينما والتلفزيون. شكرا مركز نبض اللي رجع لهم ثقتهم في نفسهم من تاني. يمكن في آلاف الحالات، مش بس الحالات اللي شفناها دي، في ناس كتير قوي زي الحالات اللي شفناها دي، ممكن أكتر كمان. في ناس ما بتحبش تشوف نفسها في المراية، يعني خلاص كرهت شكلها لدرجة ان هي ما بتحبش تبص لنفسها في المراية. في حالات اجتماعية بنشوفها كتير جدا، ومشاكل اجتماعية بسبب الوزن الزايد او بسبب عدم تناسق الجسم. ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنعرف التقنيات برضو الجديدة في مجال جراحات التجميل عملت ايه مع الناس دي، وقدرت ان هي تخليهم يبقى عندهم ثقة في نفسهم اكتر. لكن اسمحوا لي في البداية ارحب بضيفي دكتور عمرو شورى، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام بمركز نبض. يا اهلا يا اهلا يا دكتور. اسمح لي احييك على الحالات الجميله والنتائج المبهره دي. ميرسي. دكتور، يعني انا عايز اعرف في البدايه امتى نقول ان الجسم ده مش متناسق؟ طيب، هو في طريقتين. الطريقه اللي الشخص نفسه هو اللي يعترف ويعرف زي ما انت بتقولي كده، ويبص ويقول انا عندي مشكله في جسمي، او ان هو يبقى لبسه. دكتور اسمح لي بس، هننتقل الى مؤتمر صحفي للجنه تقصي الحقائق المشكله بقرار جمهوري نقلا عن التلفزيون المصري، ونرجع لحضرتك. الفساد في مصر الى 600 مليار جنيه عام 2015، في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله، وتنفيذا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في 24 من ديسمبر عام 2015 من تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه. وفي هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27 من ديسمبر عام 2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين في الجهاز رئاسته انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة تحت عنوان دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر، وذلك دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة. وفي ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما، وانتهت من تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات. ويمكن إجمال تقرير اللجنة في 5 بنود أساسية تصف وتحلل معترى تلك التصريحات وما شابه هذه الدراسة من قصور على النحو التالي: أولا، التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع. وامتدادا لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. ثانيا، فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015. وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي، خاصة وأنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013-2014 وكذا عام 2014-2015. ثالثا، الإغفال المتعمد فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة، والأمثلة أيضا عديدة. رابعا، إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا
يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. إدراج مبلغ 134 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلومترات حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها. خامسا، إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علما أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفي هذا الصدد فإن اللجنة تبدي خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة من أبدوا تعاونا أثناء عمل اللجنة، وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسي في ضبط وتصويب الأداء المالي لكافة قطاعات الدولة، والذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار. وترتيبا على ما سبق، وبعرض التقرير التفصيلي على السيد رئيس الجمهورية، وافق سيادته على الآتي: أولا، إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. ثانيا، تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم كافة الجهات المعنية، بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلا، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة. ويبقى القول: الكلمة مسؤولية، والمحاسبة واجبة، والمعرفة من حق الشعب. دكتور عمرو، عايزين نعرف منك في البداية كده ازاي اي حد يحكم على جسمه ان هو جسمه غير متناسق؟ طيب، زي ما احنا قلنا كده بطريقتين، يا اما هو شخصيا يا اما بيروح لحد يقول له الكلام. طيب، هو شخصيا بيلاحظ ان هو شكله في المرايه شكله اتغير، طلع له جناب، طلع له كرش. ده بالنسبه للراجل. بالنسبه للست برضو رجليها سخنت شويه، جنبها، كلام من ده. او الهدوم نفسها ابتدت تجيب نمر زياده عن النمره اللي كانت بتلبسها قبل كده في الجيب او في البنطلون. تقول لك الهدوم كشت. الهدوم كشت فجأة. طيب، احنا عايزين نعرف ازاي بتتم تقنية شفط الدهون، لانه هي دلوقتي العملية الاولى يمكن في العالم بتتعمل لالاف البشر كل يوم. وازاي بيتم تحضير الحالة لعملية شفط الدهون؟ طيب، مبدئيا كده اي عيان بيجي بيشتكي، لو هو عارف ان هو عنده سمنة موضعية وجاي عندنا، او لو هو مش عارف وبيشتكي من سمنة وجاي عندنا، لازم الاول بنعمل له كواتشنير كده بري قبل ما يخش العياده،
يكتب الاسم والتاريخ المرضي بتاعه، لو في تمام. امراض مصاحبه و ويمكن الصوره اللي معانا دي لاشكال اجسام مختلفه بالظبط بتكون فيها ديفوهات بالظبط يعني مختلفه برضه. وبعدين يدخل بعد العياده يدخل العياده نكشف عليه، وبعدين بعد كده نعمل له القياسات اللي هي المتريه، سواء بقى الطول والوزن ومعدل الكتله، وبعدين محيط الصدر ومحيط الوسط ومحيط الرجل والدراع. هي كل حاجه يعني الجسم المثالي ليه نسب ومعايير طبعا. طبعا دي تحضيرات. دي تحضيرات. وفي كمان بعد كده الجهاز بتاعنا اللي موجود عندنا متميزين بيه، اللي هو بيقيس نسبه الدهون، مش نسبه بقى، سمك الدهون على كل منطقه موجوده في الجسم. وده مهم جدا عشان بعد كده لما تيجي نعمل تقنيه شفط الدهون زي ما حضرتك بتقولي، نبقى عاملين كنترول على كميه الدهون اللي احنا بنشفطها، سواء قبل العمليه او سواء اثناء العمليه، لان الجهاز ده بيخش معانا العمليات، او بعد العمليه. طيب اخدتوا قرار انت والمريض مع بعض انه خلاص هيعمل العمليه، هل في احتياطات بتتم لكل حاله مختلفه عن الثانيه داخل غرفه العمليات؟ لازم في احتياطات قبل العمليه وفي احتياطات داخل العمليه. الاحتياطات اللي قبل العمليه اللي هي التحاليل الطبيه اللازمه اللي هي قبل العمليه اللي بنحكم بيها على صحه العيان، ان هو فيت انف، او يعني صحته كويسه ان هو يعمل هذه لازم العيان يحلل قبل عمليه شفط. طبعا. دي اول حاجه. تاني حاجه الاحتياطات اللي داخل غرفه العمليات هي الاحتياطات الدوليه اللي متعارف بيها في كل انحاء العالم، احنا بننفذها هنا عندنا. وطبعا اجهزه الكمبيوتر، اجهزه التخدير بقت كمبيوترايز دلوقتي، يعني ما فيش اي خوف منها. بالنسبه طبعا يبقى الجو كله بعيد عن التلوث والكلام من ده. بس بعد كده بوست اوبراتيف او العيان بيخرج على حسب هو عمل شفط قد ايه وكميته قد ايه وكم منطقه. قول لي بقى بيتشفط قد ايه؟ ده احنا ساعات بنسمع ناس تقول لك نشفط بيتشفط 5-6 لتر، وناس بتقول 20 لتر. فهو المعدل الطبيعي للشفط ايه، ولا هي بتختلف من حاله لحاله؟ هو بيختلف من حاله الثانيه، وبعدين الجراح بيتوقف عند حد معين بحيث ان هو ما يتعبش صحه المريض. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا عندنا عيان مثلا هيشفط 3-4 مناطق، لا بنقول له لا، ممكن احنا نشفط الكلام ده على مرحلتين يبقى احسن لصحتك. او هيشفط بطن كبيره جدا، لا يبقى احنا نشفطها مره بطن كبيره وظهر برضو في كميه كبيره، نقول له برضو ايه ممكن ده على مرحلتين. تمام، يعني حسب حالته حسب الصحيه حالته. اذا كانت تقبل ده ولا ما تقبلش ده. طيب هل في اي تعليمات؟ انت خلاص الحاله عملت العمليه وخرجت بالسلامه، وهي بقى خلاص بتفوق ومروحه بيتها. انا اعرف انه العمليه دي من عمليات اليوم الواحد، يعني مش عمليه صعبه يعني. وهي مروحه بتقول لها اعملي ايه وما تعمليش ايه؟ هي اول حاجه العلاج بتاعها بنقول بقعد اشرح لها العلاج هيتاخد ازاي. الكرسي اللي بتلبسه ازاي وطريقته ايه ويفضل ملبوس قد ايه. هي بتخرج لابساه، بتخرج من غرفه العمليات وهي لابسه الكرسي. واخده بال حضرتك؟ بتخرج البيت، الاكتيفيتي بتاعتها تبقى شكلها ايه، انها تبتدي تتحرك وتعمل رياضه خفيفه من اول يوم، ده مهم جدا. تاني حاجه طبعا لازم نقول لها انها تمشي على غذاء صحي عشان ما يحصلش مشكله تاني، او يعني يعني عشان بقى في ناس دلوقتي هم بيسمعوني ويقول لك ايه، انا عملت عمليه شفط دهون، اكل بقى براحتي واعيش حياتي بقى في الاكل. في ناس بتعمل كده. بس في المتابعه انا بفهمه، بقول له انت لو عملت كده هتتخن تاني وهتدفع فلوس تاني وهتخش العمليات تاني كده. يعني هو فعلا احنا بنعمل عمليه شفط الدهون عشان تبقى بدايه بقى يا جماعه اللايف ستايل جديد. مش معقوله بس هو تشفطوا وترجعوا تاكلوا. 90% من العيانين اول ما بيبص على شكله في المرايه ويشوف الدنيا اتغيرت وابتدى يلبس 5-6 مقاسات اقل من المقاس اللي كان بيلبسه واتغير كده وبقى حلو، هو نفسه شخصيا بيستخسر بالظبط كده، بيستخسر المنظر اللي هو وصل له ده، فبيبتدي ياكل اكل كويس جدا وطبيعي، وبيبتدي يقلل اكله كمان بطريقه كويسه جدا. ده اللي يمكن كمان انه احنا عارفين عمليه شفط الدهون ما اتعملتش عشان الناس تنزل في الوزن، وبالرغم من ذلك انا بلاقي ناس خاسه كلها في هو الوزن. عشان حاجتين، يعني مبسوطه بقى ولا نفسيتها مرتاحه؟ هو ولا نفسه الشخص بيعمل يعني بيعمل كنترول على نفسه. الحاجه الثانيه ان الدهون الخارجيه دي كانت بتشغل جزء من الجسم انه يحرقها، بقت مش موجوده، فالجسم بيحرق الدهون الداخليه مباشره. تمام. فده برضه بينزله في الوزن. طيب ننتقل لحاجه ثانيه بقى، وهي شد الترهلات. في ناس عندها ترهلات فظيعه يا دكتور، ازاي بتعمل عمليه شد الترهلات مهما كانت قوتها؟ يعني ممكن تكون صعبه جدا. بالظبط. طيب احنا هنقول ان الترهلات دي مراحل واشكال
وديجري او درجات يعني. في ترهلات ما بتحتاجش شد، في ترهلات لو في شفط بسيط وفي ترهل بسيط في الجلد، ممكن الجلد على خلال شهر ولا شهرين بيرجع لحجمه الطبيعي. طب انا عايزه اسالك على حاجه في النص كده. في ناس تقول لك ايه، شفط الدهون بيعمل ترهلات، ده حقيقي؟ لا مش حقيقي. لا، بس عشان نبقى فاهمين لا. يعني شفط الدهون للعيان الغلط ممكن يعمل ترهلات. فاهم قصدي؟ يعني عيان عنده كرش قدامه مثلا نازل لحد نص ركبته مثلا يعني، واحنا شفطنا الدهون، طبعا ما الجلد ده كله هيبقى مترهل. لكن لو واحده عندها يعني ولدت مرتين ولا حاجه، مش بالظبط كده، عندها بطن بسيطه وده اللي بيحصل ده، عندها بطن بسيطه بنشفط الدهون ونلبسها الكرسي بدل شهر، بتلاقي الجلد نفسه لان الجلد ليه الخاصيه دي ان هو يرجع يلم. بالظبط، الالاستيستي بتاعته او المرونه بتاعته بتخليه يرجع بنسبه 40-50% من حجمه الاساسي. طيب نتكلم بقى عن ناس عندها ترهلات جامده. ناس عندها ترهلات، طيب الترهلات دي هنقسمها على حسب المكان، في ترهلات في الدراع، في ترهلات في الرجلين، في ترهلات في البطن، في ترهلات في الصدر او الثدي يعني بالنسبه للسيدات او بالنسبه حتى للرجال. ترهلات الايدين والرجلين دي برضو على حسبها، لو هي بسيطه بنبقى شفط خفيف برضو، احنا بنجيب الجهاز بتاعنا ونقيس كميه الفات قد ايه او الدهون قد ايه ونشفط بطريقه بسيطه، ونشد لو هي محتاجه شد بنشدها بخيوط زي الصوره دي، صوره شد الترهلات. لا دي شد بطن، دي شد بطن. شد بطن مع تصليح عضلات. شد بطن وتصليح عضلات. طيب خلينا نقول لو ترهل بسيط في الدراع او في الرجل، واخد بال حضرتك؟ بنشفط بطريقه بسيطه ونشده بالخيوط طبعا. ما هو دي الصيحه اللي موجوده دلوقتي وبيجيب نتيجه كويسه. خيوط بقى للبادي خيوط للبادي جامده شويه غير خيوط الفيس. خيوط الفيس ارفع وابسط واقصر. خيوط البادي بتبقى اطول شويه واسمك شويه وليها ميكانيزم او تكنيك تاني غير طب والله فكره حلوه قوي. الدراعات اصلها ساعات يعني مبقاش محتاجه انها فتح وعمليه. هو التولز اللي موجوده الواحد لازم يستخدمها كلها عشان ما يفقدش آلة من الآلات بتاعته. بالظبط. طيب هنقول مثلا بنت صغيره وعندها ترهل في الثدي، هنعمل لها ايه؟ مش هنعمل لها عمليه، ما اتجوزتش ولا حاجه لسه، ما اتجوزتش، مش هنعمل لها عمليه ونسيب لها سكار. لا، احنا بنعمل شد الصدر او الثدي بالخيوط. ما بتبانش يعني، هي نتيجتها 70-80%، بس احسن من الجراحه اللي نتيجتها 100% بتسيب سكار. ده بالنسبه للبنات. بالنسبه للبنات وبعض السيدات كمان لما الترهل عندهم بيبقى بسيط ومش عايزين جروح واخده بال حضرتك او موديل او حاجه زي كده، ما بتحبش الكلام ده، هي بتحب ان هي يبقى ما فيش سكار او ما فيش ندبات. طيب ده بالنسبه للثدي والدراعات. بالنسبه البطن بقى أيوة. قصتها طويله شويه. مش طويله يعني، البطن زي ما احنا قلنا، البطن فيها اكبر كميه من الدهون ممكن تبقى موجوده، البطن والارداف. البطن كل من هو بطن فيه جلد كتير ممكن يبقى نوعين، يا اما جلد بس مترهل، يا اما جلد وعضلات مترهله. يا اما جلد مترهل يا اما جلد وعضلات. يا اما جلد وعضلات. فعشان كده سريعا بقى تقول لي ازاي بتتم عمليه شد الترهلات وهي شد الترهلات دي برضو لازم نعمل شفط عشان ان كل الجلد الزياده ده نشيله. واخد بال حضرتك؟ لو العضلات كويسه بنعمل حاجه اسمها شد مصغر، ان احنا بنقص الجلد بس. لو العضلات فيها مشكله بنصلح العضلات. لازم تصلح العضلات، لازم نصلح العضلات وتشد البطن عليه عشان تبقى الجلد الزياده بنشيله وخلاص، خلص على كده. دكتور عمرو، فقرتنا خلصت، بشكرك على وجودك معايا. دكتور عمرو منشوره، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام بمركز نبض. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع لفقره بشرتك معانا. ودلوقتي بشرتك مع ماسي، واللي هنتكلم فيها عن ماسي دورو جولد. ما عندكوش فكره قد ايه كميه الناس اللي سالت وعايزه معلومات اكتر وعايزه تفاصيل اكتر، وده اللي احنا هنعمله في فقرتنا دي مع ضيفتي العزيزه دكتور دينا ابو السعود، المدير الطبي لماسي فارم ايجيبت. يا اهلا يا قمر. اهلا بيكي يا يمنى، ازيك؟ الحمد لله كله تمام، كله زي الفل. انت النهارده بقى جايه وعامله مفاجاه صح كده؟ انا بجد امبارح حتى كنتش حاطه ميك اب، بس في ناس كتير قالت لي لا انت حاطه ميك اب، فانا عشان عايزه احط النهارده ماسي دورو جولد على وشي. هنحطه دلوقتي حالا. ايوه وجايبه كمان، بصي اهو جايبه كلينكس عشان اثبت لكم، هقعد اعمل لكم كده والدليل قالوا له عارفه القطنه ما بتكذبش، الكلينكس مش هيكذب دلوقتي حالا.
طيب خلينا دندوم في الاول نقول كده، لانه ناس برضه سالت كتير بيقولوا معقوله في دهب؟ طب الدهب ده بيتلبس مش بيتحط على الوش. احنا عايزين نتكلم عن الدهب ودوره وتاثيره في ماسي دورو جولد. تمام. ماسي دورو جولد فيه فعلا، بقول للساده المشاهدين، فيه ذهب خالص، جزيئات ذهب مش ميه ذهب، وجوه العلبه في السيرتيفيكت جارانتي او شهاده الضمان ان هو فيه ذهب خالص. 23 قيراط مش 18 ولا اي حاجه. اللي هو الماكسيمم اللي هو ال 23 قيراط اللي هو احسن حاجه. دهب طبي، والكلام ده موجود ووريته للساده المشاهدين كذا مره. فانا باكد للساده المشاهدين ان هو مش ميه ذهب. الذهب مهم في ايه؟ الذهب بيعالج حاجات كتيره جدا للبشره، بيعالج الرينكلز، بيعالج اللي هي الفاين لاينز، الرينكلز اللي هي التجاعيد، بينشط الدوره الدمويه، بيخلي اول ما بتحطي الذهب على وشك، هنوري للساده المشاهدين دلوقتي، هتلاقي ان الوش كله بينك اكني حاطه بلاشر. هتحسي بلسعان خفيف. ايه نتيجه اللسعان ده؟ ان الدوره الدمويه بتجري في وشك، الدوره الدمويه بتنتشر في الوش. كمان بيحفز البيزل سيلز اللي هي الخلايا الجلد السفليه ان هي تحفز خلايا جديده من غير يعني شوائب. هو بيمتص كمان في الطبقات هو الداخليه. الذهب ميزته عنده ميزه جامده جدا ان هو فيري ويل ابزوربد، بيمتص بطريقه فظيعه. لا يمكن هتلاقي وشها مزيت ولا وشها مدهن ولا في وايت ستريكس او في اي اثار للذهب. هتلاقي بس في جزيئات ذهب، وبعد فتره هي بتمتص خلاص، البشره بتمتصها. طب ما حلو ان احنا نلاقي جزيئات ذهب، دي حاجه يعني انت عارفه بنتبسط لما بنلبس ذهب، يعني بنحس ان احنا هو بصي هو طلع للزينه في كل حاجه، حتى في مستحضرات العنايه بالبشره، حتى بيزين بصي عايزه اقول حاجه، جولد از جولد فعلا. الذهب هو الذهب، مش بس هنلبسه، هنحطه جوه الخلايا بتاعتنا. بس انا كمان كنت عايزه اقول حاجه عن الكافيار. انا حاسه ان الكافيار ما خدش حقه كويس قوي. نقول عن الكافيار لا يزعل مننا ولا ماسي دورو جولد غني بالكافيار. الكافيار مهم ليه؟ الكافيار غالي جدا جدا ليه؟ هو غالي طبعا جدا جدا. الكافيار فيه مينرالز كتيره قوي، فيه معادن كتيره قوي، فيه فيتامينز كتيره قوي. الفيتامينز الموجوده في الكافيار هي الاي والبي والدي، وكل الفيتامينز دي مهمه جدا للبشره. تمام. اوكي. وكمان في حاجه مهمه جدا في الكافيار، ان الكافيار 70% منه ميه، فالكافيار مرطب هايل جدا للبشره. ممكن بنت او سيده او راجل ما بيشربوش ميه كتير، البشره مش هتعاني من الجفاف. عايزه اقول لك ان في منتجات بتبقى قايمه بس على الكافيار. ما هو وتبقى تقول لك ده في كافيار، ده يعني ده في كافيار وفي دهب، في كولاجين طبيعي اعتقد، لانه ده احنا كلنا محتاجين للكولاجين ده. كلنا، وكل بنت بعد 25 سنه محتاجه الكولاجين في بشرتها وفي شعرها، لان هو بروتين مهم جدا 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 لنضاره الوش. وطبيعي بعد ما السن بيكبر بعد ال 25 ان الكولاجين ليفل ده بيقل في البشره. مش عايزه كل الحاجات دي تبين لنا اصغر 10 سنين. ما هو كنت عايزه برضه اقول للساده المشاهدين ان الماسي دورو جولد مش بس تجميلي، هو تجميلي علاجي. في فرق من هو بيجمل وما بيعالجش. ماسي دورو جولد البرودكت اللي هو التجميلي العلاجي هيعالج كل حاجه في البشره. هيوحد لون البشره، هيفتح لون البشره، في واقي شمس، حتى لو اي حد عايز يحطه الصبح وشه هيتحمي جدا من الشمس. في كل حاجه محتاجاها البشره. طب انا عايزه اقول لك حاجه، هو انا ممكن احط الميك اب عليه عادي؟ ممكن، بس انا عن نفسي ما بحبش. ليه؟ انا بحس ان الميك اب ما بيبينش نضاره الوش اللي بتحصل نتيجه انك انت بتحطي اول دهنه. هتحسي ان وشك قمر، هتحسي انك عامله زي البيبي، هتحسي انك انت عامله زي الاجانب. ما تورينا يا دينا كده. طيب. يلا احنا مع الساده المشاهدين، لان انا فعلا وعدتهم امبارح. ايوه. ان انا احط على وشي. اعملي لنا كده الاول بس عشان انا ايوه عشان ايه اللي بيكلموا لي انت حاطه ميك اب. ايوه اهي القطنه اهي. ثانيه بس القطنه اهي. ايه رايك يا يمنى؟ ساعه البياض اهي. اهو انا حاطه على فكره ايلاينر بس كفايه كده وماسكرا. بس البشره ما فيهاش حاجه اهي، مفيش اي حاجه اهو. ماشي خلاص تمام. يلا نحط بقى. ورينا ازاي ورينا العبوه الاول. ورينا عايزه اقول لك يا يمنى، هي ضغطه واحده بس مره واحده نقعد نعمل كده لا نحب احنا نكتر قوي. البرودكت غالي جدا، مصنوع في ايطاليا. وهو عشان غالي مش عايزين يحصل هدر في الكميات. وهم عارفين الكوانتيتي اللي محتاجاها البشره كويس قوي، فهم قايسين الضغطه بالكوانتيتي. بتطلع قد ايوه ده كويس قوي. انا حتى هوري الساده المشاهدين كده. انت عملتي مره واحده دي الكميه اللي يا جماعه كل دي طلعت اهي. حاسبي بس تقع. انا اسفه، لا مش هتقع، لا تقعي. بصي يا يمنى، هنبتدي نحط من تحت العين كده طبطبه كده اهو تحت العين. اوكي.
وبوزع في الوش كله الاول. مم. لسه فيه هو مليان. عشان احط هم فعلا في عاملينها بتطلع برضو كميه كويسه. هم دارسين، هم عاملين ابحاث بقالهم 6 سنين دارسين البشره لسه الرقبه يا دينا والنبي أهي احسن انا كل ده بهتم. في الرقبه اهو. بهتم جدا بموضوع الرقبه ده، بس بيبقى من تحت لفوق. ما هو زي ما انتم شايفين دكتور دينا بتعمل ايه دلوقتي اهو، من تحت لفوق كده. تمام كده. انا بقى هعمله على خدودي حالا. اوكي. بصي من كده جوه لبره، من شايفين جوه ازاي؟ ملمسه فظيع. ملمسه. وادي على وبعدين اهو يا الساده المشاهدين انا خايفه هنا ما تنسيش بقى اهي. بس انا ببقى مبسوطه قوي انا حاطه دهب على وشي يعني. الله كلنا. عايزه اقول لك بقى تحفه. ايه رايك؟ بصي لازم يحصل تعملي مساج بس 3-4 دقائق لغايه وهنا انت خدودك احمرت اهي. لازم الطبطبه برضو عشان وطبعا انا شايفه الدهب على وشك، انا شايفه انت شايفاه كمان. انا خايفه ان الاضاءه عليا كبيره قوي. لا شايفاه فيا رب الساده المشاهدين كمان اهو. وهنا القوره اهي. بصي يا دينا 10 سنين وهترجعي بيبي. سنه وهترجعي بيبي. 10 سنين 10 سنين ايه يا يومنا؟ سنه وهترجعي بيبي. سنه بالظبط. انا بحطه كل يوم سنه. عايزاكم تشوفوا وشي بعد سنه هيبقى عامل ازاي. لا انت معانا على طول فهنشوف. اكيد هنشوف. يعني انا ودينا بنستخدمه بصراحه كل يوم. بالظبط. يعني عشان كده انت زي القمر. يعني الناس القمر. كلها انا بيقول لي ايه القمر انت بتطلعي معاه. انا عايزه اقول حاجه. عايزه تتغيري مع يومنا بجد بماسي دورو جولد. هتتغيري مع يومنا كويس. ما هو ده اللي هيعمل التغيير الشامل على فكره. يعني ده يعني من خلال طبعًا. تجربه شخصيه طبعًا. ده اللي هيعمل طبعًا. فعلا. وبعدين الكميه كبيره 120 مللي هتكفي سنه. بتحطي ذهب وكافيار وكولاجين وهيلورونيك اسيد كل يوم على وشك بيمتص كويس جدا. هتصحي من النوم هتلاقي انك انت فعلا مش عايزه تحطي ميك اب. انا لا يمكن احط ميك اب بعديه. يعني في اللي عايز يحط ميك اب على فكره ما بيحصلش اي سايد افكتس. عايزه تحطي يعني انا اقصد ولا بيعمل زي طبقه كده تحت الميك اب ولا الميك اب بيعصلج مثلا. مفيش خالص. نعومه فظيعه. بيمتص كويس جدا والكافيار بيمتص كويس جدا. عايزه تحطي ميك اب بس انا اضمن ان هي مش هتحط ميك اب. مش هتحتاج لاي. لا انا بحس ان الميك اب حتى بيطفي يعني الميك اب بعد ماسي دورو جولد هيطفي جمال. وبعدين يعني هو في ناس كتير بتحط ميك اب. يعني احنا بنحط ميك اب عشان الكاميرات. طب انا حاطه اهو وكاميرات وحاطه ماسي دورو جولد. محتاجه ميك اب يا جماعه؟ لا مش محتاجه زي القمر. بس في ناس يا دينا عندها عيوب في وشها او ديفوهات فبتضطر ان هي تحط مكياج. ما طبعا احنا كده بنضحك على نفسنا على فكره. هو ده حل مؤقت مش حل دائم. العيوب لو دارك سيركلز انا مش هقول ان هو من اول دهنه هيفتح تحت العين وهيشيل اللي هي النقط السوداء. مش من اول دهنه خالص. هي اول دهنه تحسي بنضاره. لكن بعد فتره من العلاج هيبتدي الدارك سيركلز تتفتح. هيبتدي البلاك سبوتس الموجوده في الوش يحصل لها كلير. بيحصل توحيد لون البشره. لكن انا مش بقول ان هو من اول دهنه هيعالج. لا خلال سنه تحس ان هي رجعت 10 سنين. انا حتى كنا يعني بنقول لو 6 شهور ان هي ما تبقاش 120 مللي تبقى 60 مللي بس. تكفي 6 شهور. الكورس لازم يتاخد كامل سنه. هو يعني الصح بتاعه ان هو يتاخد لازم سنة. يتاخد كامل سنه عشان تحس فعلا بالفرق. سواء بقى تحط بالليل على مدار سنه او صبح وليل. عايزه تحط الصبح وبالليل يعني هايل. الصبح كمان في واقي شمس. يعني هي عايزه تحط الصبح. على فكره الشمس في اشعات فيها مهمه جدا. اشعات كتيره ضاره. يعني الشمس سلاح دي ايه سلاح دي سلاح ذو حدين. ان الشمس هو اللي بيعمل هو اللي بيحفز الجسم ان هو يولد فيتامين دي. ماسي دورو جولد الكافيار فيه فيتامين دي. حتى لو هي مش عايزه تقعد في الشمس اوريدي هيتعوض فيتامين دي بماسي دورو. طب قولي لي الصلاحيه. الصلاحيه الناس كتير قوي سالتني على الصلاحيه يعني الساده المشاهدين هم 3 سنين بس لو فتحتي العلبه 12 شهر. يعني حتى بصي هنا 12 شهر يعني سنه من تاريخ فتح يعني من تاريخ فتح العلبه اهي. من تاريخ فتح العلبه مكتوب عليه كويس. 12 ام يعني 12 مانثs. لكن لو ما فتحتيش العلبه ليكي الاكسبيريشن ديت بتاعك 3 سنين. ازاي ما تفتحيش؟ يعني هي تجيبها تقعد تتفرج عليها يعني لو عايزه تحوشها لو هتقعد تتفرج عليها كده. لا احنا عايزين ناس تجرب يعني. لا هو 12 شهر. مين اصلا هتقدر تشتري وتقعد جنبها يعني؟ مع اكيد بدايه بتاكلها عايزه تفتحها وتجربها يعني على طول. لا انا بقول كل حاجه. يعني انا بحب اقول كل يعني اللي هي مثلا عايزه تستنى شهرين او حاجه وبعدين تبتدي تاخد الكورس. يعني هي وبظروفها. يعني من تاريخ فتح العبوه. من تاريخ فتح العبوه سنه. بس 12 شهر اللي هو الاماونت اللي بيخلص فيه السنه.
طيب في 6 حاجات مكتوبين على العلبه من بره، ودول الحاجات اللي هو بيعملها السكس اكشنز. 6 اكشنز نشوفهم كده مع بعض ونفهمهم للناس برضو بالعربي. اوكي، انتي رينكلز مضاده للتجاعيد، انتي ايج بتحارب تقدم السن، وايتنينج بتفتح البشره، نورشينج بتعمل فريشنس او بتهوي الجلد، فيس ليفتنج بتشد الجلد. فهم 1 2 3 4 5 6 enrich with gold flakes 23. دي اخر كلمه ان هو غني بجزيئات الذهب عيار 23 ذهب طبي. طب انتوا ليه اختصرتوا الموضوع في انه هنرجع 10 سنين في الشكل؟ يعني ودايما تاكدي لي على النقطه دي. انا بقول هنرجع 10 سنين ليه؟ يعني ما ينفعش 15؟ هو كفايه حلو 10 يا ريت. هو انا بتكلم 10 سنين في ايه؟ ان التجاعيد هتروح، ان توحيد لون البشره، الحاجات دي كلها بتبان مع تقدم السن. عارفه ان 10 سنين ده السنه بتفرق في شكل الواحد. لا مش السنه، ده دلوقتي بالنسبه لي انا اليوم بيفرق. اليوم الساعه وحياتك بتفرق. لا فعلا شكلنا بيتغير. يعني انت لو شفتي صورتك مثلا طبعا حلوه على طول، بس الواحد فعلا لو شاف صورته من 5 سنين يلاقي في تغير. بس هو مع ماسي دورو جولد بجد هتحس ان هي هتفضل مهتميه ببشرتها مدى اطول واطول واطول يعني. يعني يفضل الاحساس بالشباب وبالنضاره وبالحلاوه وبالقمر، وكفايه ان هي تبص في وشها، يعني تبص في نفسها في المرايه تبقى عندها ثقه بنفسها. يعني طب دلوقتي الرجاله بيقولوا بقى هو ده للستات بس ولا ايه؟ لا 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 يعني لا نعمل ايه احنا بقى؟ لا لا لا, لا. الرجاله كتير قوي قوي اشترت، ورجاله كتير بتهتم بوشها، ورجاله كتير بتتضايق من التجاعيد اللي موجوده في اللي هي الجبهه، والتجاعيد لما بيضحكوا هنا. واخبار ال 111 ايه؟ 111 ايه؟ دي اللي بتبقى في ناس عندها على فكره انا عندي 111 بس بقيت حرام عليك والله العظيم عندي 111. يعني لما اعمل اصل انا عندي فيشل اكسبريشنز فظيع، فكل ما اعمل كده بحس انا خلاص علمت عندي ال 111، بس بحط عليها على طول ماسي دورو جولد، ومفروض بعد سنه ان شاء الله هتروح لان هي كمان تجاعيد سطحيه يعني، وهتروح يعني كومبليتلي. بشكرك ثانك يو على وجودك معايا دينا النهارده. دينا ابو سعود المدير الطبي لماسي فارم ايجيبت. حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت. ما تنسوش كل حلقاتنا ممكن تشوفوها على اليوتيوب. بنقابلكم كل يوم الساعه 3 عصرا، والاعاده بتكون 8 الصبح. تاني يوم هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم في حلقه بكره. ودايما تابعوا اتغير مع يومنا.